شفتوا الصعايده اللي راحوا يتفرجوا على فيلم اسد فالسينما منعتهم علشان لابسين جليد بلدي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه المهزله دي؟ تعالوا اقول لكم بس قبل ما نتنرفز على التفاصيل والكواليس الحدوته، لان في حاجات ممكن تكون غايبه عننا. يلا بينا. الحبايب مساء الخير. 4 من يعني اهالينا في الصعيد، منهم واحد يعني بلوجر معروف، راحوا يتفرجوا على فيلم اسد في السينما، في احدى السينمات اللي موجوده في احد الفنادق الكبرى ال5 نجوم في مصر، والامن منعهم. وبعدين بعد كده اداره السينما قالت لهم ممنوع دخول الناس اللي لابسه الجلاليب، يعني الزي الصعيدي او الزي اللي هو ايه الفلاحي ده ممنوع. طبعا حاله راحوا هم خارجين طبعا وصوروا فيديو من قدام السينما وعبروا عن رفضهم وعن غضبهم يعني، واتحط الفيديو على السوشيال ميديا، واذ حاله من حالات التأييد والغضب بسبب اللي حصل. ناس كتير قوي غضبانه ولا وايه العنصريه وما اعرفش ايه وحاجات كده يعني، لدرجه ان المخرج محمد دياب مخرج فيلم اسد نفسه خرج وقال انا بعتذر لكم، ولو كان كده حصل من اداره السينما الكلام ده فاحنا ما يشرفناش كصناع فيلم اسد ان الفيلم ده يتعرض في السينما دي. ومحمد رمضان خرج واعتذر لهم وقال لهم انتوا على راسنا، وطلب اعتذار رسمي من وزيره الثقافه للي حصل يعني. وحاله بقى من حالات الغضب على السوشيال، هياج على السوشيال ميديا، وازاي يحصل ده وما اعرفش. نعم، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه يا جماعه. انتوا لسه مفكرين دلوقتي دي حاجه جديده بالنسبه لكم؟ هو في ايه احنا ليه فجاه بنكتشف حاجات حاصله وسطينا؟ طب ما هو القرار ده من زمان، من سنين السنين، وحصلت كتير قوي. في نوادي كتير جدا بتمنع دخول الجلاليب. اماكن الحفلات والسهر في مصر بتمنع، او اللي بيتقام فيها حفلات غنائيه كبيره بتمنع دخول الجلاليب. فنادي 5 نجوم بتمنع ده، حتى في نقابات، يعني في مباني نقابات بتمنع دخول الجلاليب. انا اعرف واحد صديق ليا كان منضم لنقابه معينه من احدى النقابات المهنيه الكبيره جدا، وعاملين لهم حفله يعني عشان يسلموهم الكارنيه، فجاب ابوه من البلد وابوه لابس جلابيه، فالامن منعه، قال له لا طبعا ممنوع تدخل المبنى بتاع النقابه ده وتحضر الحفله، انت لا راجل لابس جلابيه. وحاله من حالات برضو الزعل وما اعرفش ايه لابنه الراجل العضو يعني، ودخل مجلس اداره النقابه علشان يدخلوا، يتوسطوا علشان يدخلوا الراجل لابس جلابيه. فالموضوع يعني دار الاوبرا ما ينفعش تدخل فيها لابس جلابيه، اللي هي الجلابيه البلدي. فده مش جديد، انتوا ليه احنا مره واحده بنصور على حاجه اصلا حاصله من سنين؟ دي حاجه. فارجوكم كده بس هدوا اعضائكم، لان الموضوع من زمان يعني حاصل. ما اعرفش ده، هل ده قانون، هل ده عرف، هل ده قرار، هل ده تعليمات، ما اعرفش ايه السبب برضو، ما اعرفش الشكل العام، المصدر العام، ما اعرفش برضو. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، انا شامم ريحه ترند في الموضوع، انا شامم يعني ريحه كده مش ولا بد ان الموضوع ممكن يكون متعمد. وانا بقول ممكن، والله اعلم بالنوايا، بس انا بقول لكم ده رايي الشخصي لا اجزم. يعني شامم ان ممكن الموضوع يكون يعني ايه، ده معمول ومصنوع عشان الترند. يعني ليه اصلا المجموعه من الجماعه اللي راحوا عشان يتفرجوا على الفيلم، ال4 دول او ال3، اختاروا السينما بتاعت الفندق ال5 نجوم اللي هو تقريبا هيلتون، اللي كان زمان شيراتون القاهره يعني؟ ليه؟ مع ان على فكره سينمات وسط البلد في سينمات كتير جدا عادي ممكن تدخلها من غير ما حد يقول لك حاجه، وانت لابس ان شاء الله تكون لابس بيجامه. طيب ليه اصلا اتصور الفيديو ده قدام السينما على طول؟ وفي نفس الوقت يعني اتقال لي ان كانوا هم متفقين مع مجموعه، وده المعلومه دي مش متاكد منها بس لكن هقولها، كان يعني 2-3 من الصحفيين او من الشباب اللي هم بتوع السوشيال ميديا على اساس ان هم يصوروهم بعد ما يخرجوا يعني. الله اعلم يعني، انا ما اعرفش برضو. ولكن يا جماعه ارجوكم هدوا اعضائكم كده. انا ضد اللي حصل طبعا، وضد التفرقه طبعا، ولكن ما نلقيش اللوم على السينما على اساس ان السينما دي بتعمل حاجه غريبه او بتعمل حاجه مثلا مستحدثه او جديده. لا طبعا، ده من زمان جدا. فيعني ارجوكم بالراحه بالراحه. لو ينفع يبقى في قرار ان من مثلا يمنع شخص يرتدي الزي البلدي او الزي الصعيدي او الكلام ده كله يحاسب ومش عارف ايه، والقانون ومن حقه يعاقب والكلام ده كله المفروض. ولكن انا ما اعرفش يعني مدى ده في القانون ايه، ما اعرفش. هل في حاجه في القانون بتمنع ده؟ الله اعلم. هل مثلا بعيدا عن القانون هل في عرف بيقول ده؟ هل في تعليمات؟ هل مثلا يعني لو انا صاحب سينما انا حر ادخل اللي انا عايزه وما ادخلش اللي انا عايزه؟ الله اعلم. بس زي ما قلت لكم الموضوع ببساطه شديده جدا ده من زمان، من سنين شيء. وفي نفس الوقت برضو دوروا هل الموضوع ده ترند عشان يخلق بلبله، ولا فعلا يعني الناس ديت كانت راح تتفرج واتكسر بخاطرها. لو اتكسر بخاطرها انا اول واحد اعتذر لهم واقول لهم حقكم علينا،
وفعلا يعني مش انتوا اللي بتلبسوا جلاليب بس، لا اهالينا كلهم بيلبسوا جلاليب، وابهاتنا واجدادنا بيلبسوا الجلاليب ديت، وده على راسنا من فوق. والله العظيم بجد انا بتكلم بجد. ولكن اذا كان الموضوع يعني ترند، فلا يعني اعتقد ان ده ترند رخيص انتوا مش محتاجينه علشان تتشهروا. يعني بما ان فيكم ناس معروفه على السوشيال ميديا، يعني اعتقد المطعني ده راجل معروف جدا، راجل في الاستثمار العقاري بقاله سنين. شكرا.